هنبدا بقى نديكم نصايح حقيقيه ليك وانت شغال، عشان تفكر من وجهه نظر اليوزر. فكر باليوزر اكسبيرينس، مش بس التطبيق شغال وخلاص. يعني ايه ده؟ يعني انا عاوزك وانت شغال، مش معنى ان الاي بي اي يشتغل معاك وخلاص ظهر له المنتجات مثلا او ايا كان الاي بي اي اللي انت بتعمل له كول، يعني خلاص كده انت خلصت. لا، لازم تديله يوزر اكسبيرينس افضل. لازم اليوزر مثلا متعود لما يسحب من فوق يقدر يعمل ريفرش، لازم تبقى ضايفها له. آه، متعود ان الدنيا تتحرك بانيميشن شويه كده، ضيف له انيميشن في التطبيق. لكن ما تسيبش الاب عندك استاتيك كده خالص وفاضي. طبعا كل ده بيجي مع الوقت، يعني مش كلنا بدأنا كده بقينا بنعمل تطبيقات كويسه لليوزر، لا. لكن ابدأ المس الحاجات دي، ابدأ فكر من وجهة نظر اليوزر. مش هقول لك اكتر من كده، وانت هتفهم كلامي ده قدام. يعني لما الموضوع يزيد معاك اكتر وتشتغل على بروجكتس اكتر وتبدأ تاخد فيدباك من الناس اكتر، هتفهم انا اقصد ايه، وهيبدأ ده يسمع معاك. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.